من المحتمل أن يغادر المهاجم المغربي نادي إشبيلية هذا الصيف ويتربص به العديد من الأندية بما في ذلك زعيم الكرة السعودية نادي الهلال. وبحسب اليومية السير الإسبانية فإن الهلال مستعد لدفع 45 مليون يورو لتأمين خدمات الدوري المغربي يوسف نصيري، حيث يود النادي السعودي في الظفر بخدمات هداف نادي إشبيلية بعقد يمتد لمدة 3 سنوات. وقدم المهاجم المغربي موسما رائعا مع نادي إشبيلية حيث سجل 18 هدفا وصنع هدفا واحدا في 48 مباراة، مساهما بذلك بتتويج فريقه بلقب الدوري الأوروبي. ومع ذلك يواجه النادي الأندلسي مشاكل مالية تدفعه لتفريط في خدمات أسد الأطلس الذي احتل المركز الأول في قائمة هدافي الدوري الإسباني وكأس الملك والدوري الأوروبي لفريقه إشبيلية. لقد رفض المغربي يوسف نصيري عرضا من نادي ويست هام مرتين، ويفضل الفريق الأندلسي عرض نادي الهلال السعودي بسبب المبلغ الكبير المعروض. كما أعرب كل من يوفنتوس وإنتر ميلان ونيوكاسل اهتمامهم بابن مدينة فاس، لكن لم يتم طرح أي عرض ملموس على الطاولة. ويبقى اختيار الدوري المغربي يوسف نصيري واهتمامه بمستقبله. وفي خرجات إعلامية أخيرة من الإعلام الجزائري يستهزئون باللاعب ويقولون أن ليس له مؤهلات لأي دوري في العالم. فما رأيكم بهذه التصريحات وهذه الاستفزازات من الإعلام الجزائري؟